السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا النهاردة بقى هعمل لكم صنفين. هعمل كرنب. تمام، هعمل كرنب بمكعبات الدجاج. يعني ايه؟ هعمل رقة محشي ورقة فراخ. الفراخ دي قطعتها مكعبات، دي صدور، قطعتها مكعبات. والكرنب هلفه وهعمل رقة كرنب وفي النص دي مكعبات الفراخ. واما بقى اللحمه المفرومه القمر دي هعملها لكم مناقيش. يعني ايه مناقيش؟ المناقيش السوريه. المناقيش السوريه دي الواحده بس ب 35 جنيه وب 40 جنيه. انا هعملها معاكم. وده فلفل الوان، ودي بشر طماطم، وده بشر بصل، وده الدقيق. الدقيق ده على فكره اسمه غالي عليا قوي قوي قوي. وهنسمي بسم الله وهنبدأ. ويا حبايبي انا بحمر البصل اهو بتاعه المحشي اهو كده احمرت اهي. انزل بس عليه ايه بمعلقه توم بس اهي. هنزل بقى عليها ببشر الطماطم ده. بسم الله. واحط بقى البهارات الحلوه دي، فلفل وملح وكمون وسبع بهارات واتنين مكعب. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا هي اتسبكت اهي. هطفي عليها بقى النار كده. خلاص كده طفيت. وطبعا الكرنب اهو انا مقطعاه اهو. والخضره هنزل بقى على الطماطم دي بالخضره. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم بسم الله الرحمن الرحيم اهي. وهي يا حبايبي كان عندي لحمه مفرومه في الفريزر، حطيتها برضو عليها اهي اهي. ونقلب. وهحشي بقى المحشي وارجع لكم. وهي يا حبايبي لفيت طبقتين كده، طبقتين ماشي. و... ودي مكعبات الفراخ هنحطها بقى كده زي اللحمه. بسم الله. بسم الله. طبعا انا نقعاها في خل وملح وليمون زي الفل. ازاي بتحطيها زي اللحمه بالظبط.
هلف بقى عليها الطبقة التانية بتاعت الكروب اهو. رأيكم؟ ودي يا حبايبي اللحمة المفرومة اللي انا عصقتها مع الفلفل الالوان اللي انا هحشي بيها المناقيش السوري بالعجينة. طبعا انتم كنتوا معايا وانا بعمل العجين، هو نفس العجين بالظبط. فدو ان انا عصقت اللحمة اهو، حطيت الفلفل الالوان اهو يا حبايبي اهو. خلصت طبعا اللفه اهو، وهسقي المرقه اهو. يا حبايبي حطيت العقد بتاعه، يعني المرقه بتاعت الشوربه حطيتها للمحشي اهو. وهو يا حبايبي العجينه اللي انا بقول لكم هعملها مناقيش باللحمه المفرومه، فردتها على الرخامه اهي وهعجنها وافردها. وهي يا حبايبي اهي فردت العجينه بالنشابه اهي. وعشان انا ما عنديش قطاعه اهي بالطبق اهو، نقطع بكده اهو. وهي يا حبايبي اهي العجينه فيها الحشو اللي انا وريته لكم، وعليها الموزاريلا هي، وهنقفلها. وهي طبعا قفلتها عادي زي موضوع اللي هو البتاع ده القطايف طبعا، ومن الطرف اهو بتضغط عليها بالشوكه اهي تعمل لها منظر يعني. دي طبعا المناقيش السوري. وهي يا حبايبي برضو حطيت واحد اهو برضو، وهنقفل برضو العجينه اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني برضو هنتقلب بالشوكه كده اهي. وهي يا حبايبي بعد ما خلصتها اهو، طبعا بعملها بقى بالفرشه كده بشويه لبن اهي اهي كده. خلاص بقى هدخلها الفرن وهتشوفوها لما تخرج. وده يا حبايبي المحشي اهو قرب اهو يخلص. بعد طبعا ما الاكل يخلص وبعد ما المناقيش تخلص هوريها لكم. اهو يا حبايبي اما خرج من الفرن اهو. دي بقى المناقيش السوري اللي محشيه لحمه مفرومه او محشيه اي جبن اهي اهي يا حبايبي اهي. دي بنطلبها دليفري، بتجيلنا الواحده ب 35 جنيه. تحفه تحفه تحفه، ما بتاخدش وقت ولا بتاخد اي حاجه، وكله من البيت وجميله. وانتوا عارفين اني طبعا بعمل الطرق السهله والبسيطه. وايه رايكم؟ ويا حبايبي قطعت لكم واحده عشان برضو تشوفوها برضو. بسم الله الرحمن الرحيم. استنوا لان هي نار. بسم الله الرحمن الرحيم. اهي رايكم؟ تحفه 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 بجد، حاجه كده تحفه. رايكم؟ اهي. ويا حبايبي المحشي برضو القمر اهو. يا حبايبي مفلفل وقمر قمر قمر اهو. بس اهو اهي مفلفل وحاجه كده تحفه 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 بجد اهو. اهي رايكم؟ حاجه كده تحفه وجميله، واتمنى ان انا اللي كل بقدمه يعجبكم اهو. مفلفل وحاجه كده طعمه. كله كوم ولا المناقيش السوري دي كوم تاني. ارجو بقى يوصلكم كل جديد مني، وارجو ان انتوا تنفذوه. حاجات سهله وبسيطه وكلها من البيت، وانتوا عارفين طبعا بقدم حاجه سهله وبسيطه.
واتمنى بقى لايكات واشتراكات وكومنتات. والف هنا وشفا على اللي اكل، والف هنا وشفا للي شاف. مع السلامه.